99% من الناس اللي لابتوبهم ضعيف بيفكروا في كارت شاشة خارجي كحل سحري، بس هل فعلا يستاهل الفلوس دي؟ النهاردة هنكشف حقيقة الاكسترنال جي بي يو، وهل هو استثمار ذكي ولا مجرد خسارة فلوس؟ الفكرة باختصار انك بتوصل كارت شاشة مكتبي قوي زي ال RTX 4070 باللابتوب عن طريق منفذ ثاندر بولت او USB 4. نظريا ده بيحول لابتوبك لجهاز العاب وحوش، بس استنى، في تفاصيل لازم تعرفها. أولا، أنت بتخسر من 20 ل 40% من أداء الكارت الحقيقي بسبب سرعة نقل البيانات المحدودة في الكابلات. ثانيا، التكلفة غالية جدا لأنك بتشتري كارت وبتشتري له دوك خارجي بأسعار فلكية. وثالثا، مشاكل الحرارة والتوافق مع التعريفات ممكن تضيع وقتك في حل مشاكل بدل ما تلعب. نصيحة تقنية: الموضوع ده مفيد فقط لو معاك لابتوب ورك ستيشن غالي ومش عايز تبيعه لكن بتدور على الأداء الخام وبميزانية محدودة. صدقني، تجميع بي سي مكتبي بنفس ثمن الكارت والدوك هيديك أداء أقوى بكتير ومستقر 100%. لو عملت كده هتضمن أداء حقيقي من غير وجع دماغ ومشاكل التوافق. لو عايز رأيي في أفضل دوك للإكسترنال جي بي يو لو مصمم تجربه، اكتب اكسترنال جي بي يو في الكومنتات وهبعتلك أفضل ترشيح. لايك وفولو عشان كل يوم بننزل تريكات تقنية جديدة.